وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده هنا في يوم جديد وسهره رمضانيه واجواء مختلفه من ملعب السلام ثالث، ومعانا بقى نجم مختلف عن العاده وهو المدير الفني لفريق النجوم ستار. نتعرف بحضرتك كابتن احمد طارق. لو هنهني الشعب المصري الاول مسامه رمضان نقول له ايه؟ كل سنه وانتم طيبين جميعا، ورمضان يبقى يجعله كده فرحه وسعاده عليكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. عايزين نعرف بقى كواليس دوري ابطال مصر، وبتحضر مع اللعيبه بتقول لهم ايه ما قبل المباراه؟ والله يا كابتن دايما بحضر معاهم مع الشغل، احنا بنشتغل التحضير من تحت، ولازم يبقى فيه مكسب. وانا مبسوط الصراحه الدوري معاكم هنا. الدوري فيه نظام واجواء حلوه ومباراه على اعلى مستوى بنستفاد بيها مع حضراتكم كلكم. شايف اللعيبه بتستفاد من الاحتكاك ده؟ يمكن انت النهارده رابع مباراه، لعبت 3 مباريات على التوالي كان في تعادل، المستوى بتاع الفرقه بقى فيه انسيابيه، الفرقه بقت مستواها اعلى بالتحسن. فشايف دوري ابطال مصر احتكاك كويس؟ دوري ابطال مصر احتكاك كويس طبعا، واللعيبه بتستفاد، ومنظمين الدوره يعني منظمين على مستوى، وما فيش اي مشاكل. يمكن احلى بطوله دخلناها على مستوى البطولات اللي داخلينها في شهر رمضان المفترض. لو هنوجه رساله للاعبين النهارده ما قبل المباراه تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني ربنا يكرمكم يا رب، والبطوله دي تبقى بطوله خير عليكم، وتبقوا في شهر 5 اللي جاي ده كلكم تبقوا في احسن الانديه اللي جايه ان شاء الله. لو هنوجه بقى رساله شكر للجهاز الفني كله بالكامل، للاعبين، لاولياء الامور اللي بيجوا الصندوق خلال كل مباراه تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني ربنا يكرمكم، وتعبكم ده كله ما يروحش على الفاضي، وربنا يعني يجعل الفرحه اللي في قلوبكم دايما لعيالكم. والف شكر لمنظمين الدوره كلهم، والف شكر للكابتن ابو جريشه على اللقاء اللي هو عامله معايا. وبحب اشكر اللعيبه كلها على المجهود اللي عملناه معانا، هي ولاء الامور بتاعتهم والناس كلها اللي موجوده في المكان. سعيد بلقائي معاك، وانتظرونا وكل ما هو جديد في دوري ابطال مصر، وتغطيه خاصه لكواليس دوري ابطال مصر على قناه صدى الملاعب. شكرا.